السلام عليكم مشاهدي الأكارم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن معكم اليوم من أحد فروع شركة أبو الخير للغذائيات السورية ملوك الأكل الصحي. نحن بفرع التجمع الخامس داخل سبوت مول. شوفوا لي على هالقعدة يلي مثل وجوهكم هالحلوة. اليوم استثنائيا نحن رح نتكلم عن صنف متوفر بشركة أبو الخير، لكن هو مانو من تصنيع الشركة. بينما نحن رح نتكلم عنه أولا لأنه مانو معروف من قبل الأخوة المصريين، وهذا شيء طبيعي لأنه بالوطن العربي برا سوريا ولبنان اللي بيعرفوه قلائل. وثانيا لأنه هو مشروب يشرب بطريقة خاصة تستوجب بعض الشرح والتوضيح. بعد تتويج منتخب الأرجنتين بكأس العالم لكرة القدم بمونديال قطر 22 انتشرت صورة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على السرير حاضن كأس العالم بإيد وعما يشرب مشروب بالإيد الثانية. نحن رح نتكلم عن هذا المشروب يلي هو مثل ما أسلفت لحضراتكم ما معروف بالنسبة للكثيرين. هالمشروب هو المتي أو المتة بالمصري. المتي هي عشبة خضراء مجففة مغلفة بهالشكل وتصدر لدول العالم من المنشأ الأساسي الأرجنتين. قد تتواجد ببعض دول أمريكا اللاتينية أو أمريكا اليونانية على قولة الزعيم عادل إمام الله يبارك بعمره، لكن بنسبة أقل المنشأ الأساسي والمصدر الأساسي للمتي هو الأرجنتين. للمتي فوائد كثيرة. ممكن حضراتكم تبحثوا عن النت مشان ما أطول الشرح على حضراتكم. أنا شخصيا بشرب المتي أول ما في قبل ما آكل أي شيء أو قبل ما أشرب أي شيء، لأنه بحط طعمتها على الريق وهي بتفيدني كملين أجلكم الله. للمتي عدة طرق للشرب. اليوم رح نحكي على تنتين أساسيات. نحن بنجيب كاسي أو كوباية أو استكانة بالمصري بهالحجم، ممكن تكون أكبر شوي، أصغر لا، لأنه بصير في صعوبة بالشرب. مهما كان حجم الكاسي نحن بنملى المتي اللي هي بهالشكل. نحن بنملى المتي بالكاسي ما بين ربع لثلث حجم الكوباي، ما أكثر ولا أقل. نحن هون رح نملى كاستين لأنه رح أشرح لكم على طريقتين لشرب المتي. نحن هلأ هيك حطينا ما بين ربع لثلث الكاسي. في ناس بتقول لك هاي عشبة مجففة تحت الشمس وبالهواء، فممكن يكون لاحقها وسخ، فبتفضل انها تغسل المتي قبل ما تشربها. عملية الغسيل راح تكون بهالطريقة. بنجيب مي عادية بنغمر فيها المتي داخل الكاسي. نستعين بالمصاصة، مصاصة المتي أو الشليمون أبو مصفى مثل ما بيقولوا له بالمصري، وطبعا هو متوافر بشركة أبو الخير. بنستعين بالمصاصة لحتى نغمر جميع المتي الموجودة داخل الكاسي بالمي، وبنستنى عليها لمدة دقيقة أو أقل. أثناء هالشيء، أثناء ما يمر دقيقة، راح نشرح لكم على الطريقة الثانية. في ناس مثلي، في ناس مثل ما أسلفت لحضراتكم بتغسلها، في ناس مثلي بتحب إنه تشربها مثل ما هي على طبيعتها بدون غسيل، لأنه أنا بحس إنه الغسيل بروح طعم المتي. أنا بحط لها سكر. سكر طبعا حسب الرغبة. أنا بحط ما يقارب نص معلقة صغيرة سكر، وفي ناس بتحط أكثر. في ناس بتشربها سادة بدون سكر نهائيا. في ناس بتضيف مع بعض الزنجبيل المطحون. في ناس بتضيف مع بعض الأعشاب اللي تشرب مي ساخن مثل الميرمية والسلمكي والعشرة اللي بيستخدموهم كملين. أنا بالنسبة لي بحب أشربها، بحط طعمتها مثل ما هي. في ناس بتشربها بحليب أو بلبن بالمصري، خاصة للأطفال للي ما يعني الطفل اللي ما بيحب اللبن برغبوه بالمتي بالحليب. فنحن بعد ما حطينا المتي والسكر بنجيب المي السخنة. وهون المي السخنة في ناس قلائل بتغلي المي، بتسخنها لدرجة الغليان، وهذا الشيء أنا ما بنصح فيه. ليش؟ لأنه بخلي المتي تفرط على حين. هلأ رح أقول لكم شو يعني المتي تفرط على حين. بينما أنا بنصح إنه المي نسخنها لدرجة ما قبل الغليان. أول ما بنشوفها بدها تبلش تغلي بنطفي عليها وبنصبها فوق الكاسي.
هلا نحن بنستنى لحتى المتي اللي بالقعر الكاسي تطلع على سطح المي. هون وقت اللي بتطفو، هون انت وقت اللي بدك تشرب المتي كاسي بعد كاسي، تدريجيا المتي اللي طفت على المي راح تترسب بالقاع. كل ما ترسبت بالقاع راح يخف الطعم. فانت وقت اللي بتستخدم مي سخنة مانا مغلية راح تشرب ما بين 6 إلى 8 كوبايات أو أحيانا 10 كوبايات قبل ما تفرط المتي وقبل ما تترسب تحت ويروح الطعم. بينما أنت إذا غليت المي راح تشرب كوبايتين فقط، الثالثة راح تفرط فيها المتي وراح تشرب مجرد مي خضراء ما أكثر ولا أقل. هلا هون نحن استنينا المتي كلها طلعت لفوق. هون في عملية مهمة جدا، نحن بنجيب المصاصة قبل ما ننزلها بالكاسة بنعمل هالعملية، بنقفلها بأصبعنا. ليش؟ لأنه قبل ما ننزلها بنقفلها بأصبعنا وبننزلها بهالشكل، بعدها بنشيل الأصبع. ليش؟ لأنه المتي أنواع، في منا مثل هاي الخارطة بتكون خشنة، وفي منا مثل هاي الببوري بتكون ناعمة. أنا برأيي الناعمة هي أطعم وأطيب من المتي الخشني. فإذا ما عملنا هالعملية ونزلنا المصاصة فورا بدون ما نسدها، إذا كانت المتي ناعمة رح تقفل معنا المصاصة وتسد وتسكر، وهالشي رح يؤدي لصعوبة بالشرب. بس هيك بسم الله. هاي الطريقة الأولى. بنيجي للطريقة الثانية اللي هي بعد ما مضي أكثر من أو دقيقة بدنا نصفي المي. بنمسك الكوباية بهالطريقة، بنحط إصبعتنا على المصاصة هيك، بنجيب أي شيء وبنصفي المي اللي هي هاي المي اللي انغسلت فيها المتي، وبس هيك. وتشرب بالطريقة العادية. هلا هون أنا بشربها مثل ما قلت لكم بسكر، ورغم إنك بتحط سكر أول كاسي راح تكون مرة. فاللي بيجرب المتي لأول مرة لا يحكم على المتي إنه مرة ويقول ما عجبتني، لا، يستنى لتاني كاسي إن شاء الله راح تعجبه. وفي عنا مقولة بسوريا بتقول لك أول كاسي للحماي. منين إجت هالمقولة؟ هي قصتها إنه ست مقدرة بالعمر مزوجي ابنها، عم تتباهى قدام أصدقائها، عم تقول لهم أنا كنت زوجة ابني ما بتشرب المتي قبل ما تسقيني أول كاسي مشان بارك لي إياها، بينما هي الحقيقة إنه هالكني عم تسقيها المرار لحماتها. وفي ناس سبحان الله بحبوا هالمرار، يعني ما بس بيشربوها بدون سكر، لا، بحطوا مع نبات اسمه شيح بزيد المتي مرار، بحبوا هالمرار. فسبحان الله الناس أذواق. اسمحوا لي هون هلا احكي لكم عن بعض عادات شرب المتي عنا بسوريا. المتي عادة تشرب عنا بسوريا ضمن جمعة أو لمة حلوة، لمة بين عائلة أو أقارب أو أصدقاء، فهي يعني تشرب هيك بجو حلو. وإذا كانوا الأشخاص أكثر من 4 أو 5 لازم يكون في شخص اسمه المعزب. المعزب بحط عدة المتي قدامه، المي والسكر والكاسات والمصاصات، وهو بيستلم عملية الصب والتوزيع للضيوف. والضيف اللي بيخلص كاسته، بسم الله، هاي الكاسة نعتبرها خلصانة، قبل ما يحطها على الطرابيزة أو على الطاولة ما بيحطها بهدوء، بيحطها هيك بيعطيها صوت خفيف مشان ينبه المعزب إنه أنا كاستي فضيت. فالمعزب بياخذ الكاسة وبيصب له فيها. وفي بعض الأشخاص اللي بيحبوها من باب المحبة، واللي بيقولوا من باب التآلف والمحبة، بيحبوا يتشاركوا على شرب المتي. يعني مثلا إذا موجودين 7 أو 8 أشخاص ممكن ما يحطوا أكثر من 3 كاسات، وبيتشاركوا أكثر من شخص على كاسة، يعني ما كل شخص له كاسة معينة. ليش؟ بيقولوا بتزيد الألفة والمحبة. بس هون وظيفة المعزب لما ياخذ كاسة من شخص شربان فيها وبده يعطيها لشخص ثاني، قبل ما يصب السكر والمي بيجيب المي السخنة وبيعمل هيك على المصاصة، هيك بيكون عقمة، بعدين بيصب السكر أو بدون سكر وبيصب المي وبضيفها للمعزب. ومن أحد التقاليد أيضا في يعني في إذا أنا بحب استضيف عندي شخص وبحبه يقعد عندي مدة طويلة بضيفه متي.
ليش المتي؟ لأنه بتطول، ما مثل القهوة ممكن تشربها بسرعة وتروح. فأنا لعبر لك عن محبتي إنه أنا حابك تقعد عندي أكثر، بضيفك متي، لأنه ممكن تشرب كاسة واثنين وعشرة، وحتى ممكن تجدد بعد ما يخلص الإبريق، منجدد منحط متي جديدة ومي جديدة، فبتطول. ها هي بس الشغلة بسيطة. قد يكون في شرح أكثر على المتي، قد يكون في عالم تعرف مني أكثر، بس أنا شرحت لكم بالمعلومات اللي بتكفي للتعريف والتسويق للمنتج. كان معكم بدر الدين أبو الخير من شركة أبو الخير للغذائيات السورية، ملوك الأكل الصحي. أكرمونا بزيارة أحدث فرعين إلنا، فرع التجمع الخامس داخل سبوت مول، وفرع التجمع الأول اللي هو بمحور السادات داخل بنزينة شيل أوت اللي بظهر مسجد الإمام الذهبي رحمه الله. وإلى أن نلقاكم بفيديو آخر، دمتم بأمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.